السلام عليكم. الأستاذ عماد الدين أديب أخو الأستاذ عمرو أديب المعروف والمشهور. الأستاذ عماد الدين أديب ده يعني صحفي مشهور، وأخو عمرو أديب الكبير عايش في الإمارات. طلع واتكلم مع إحدى القنوات العربية، المذيعة بتسأله سؤال: ليه مصر ما ساعدتش دول الخليج في حربها أو في الحرب بتاعت إيران؟ فكان رده ضد الدولة المصرية وضد الشعب المصري، وإهانة للشعب المصري وإهانة للجيش المصري وإهانة للدولة المصرية. وقال لها: إزاي دولة بتطفي النور الساعة 9 وبعد كده تفطر الساعة 11؟ المحلات يعني غلق المحلات، بيتكلم عن غلق المحلات الساعة 9 واللي اتعدل بعد كده بقى الساعة 11. ازاي دولة هتطفي النور الساعة 11 هتساعد دول الخليج في حربها؟ مش تكلفة الحرب ديت مش عايزة فلوس، مش عايزة معدات، مش عايزة يعني مصاريف تكلفة؟ فازاي دولة مش قادرة ومديونة هتساعد دول الخليج؟ فالرد ده كان رد سيء جدا من الأستاذ عماد الدين أديب، لأنه طبعا قلل من الدولة المصرية وقلل من الجيش المصري وقلل من الشعب المصري، زي ما هتشوف الفيديو ده كده. اليوم الأول السؤال كان مطروح من القاهرة: إيه اللي نقدر نعمله؟ الحرب دي أو أي مشاركة عسكرية مش ليها تكاليف؟ طيب حضرتك مقيمة في جمهورية مصر العربية، من أسبوع 10 أيام كان 9 بالليل مفيش إضاءة، ودلوقتي بقت للساعة 11. السؤال: الدولة اللي بتحاول توفر في فاتورة الكهرباء من 500 مليون دولار ل 1600 لمليار 650 بسبب زادت عليها، تنقل فرق وقوات وطائرات مؤن وإمداد وتموين منين؟ عندنا 165 مليار دولار ديون. زي حضرات ما شفت الفيديو اللي بيتكلم فيه الأستاذ عماد الدين أديب عن يعني ضعف أو عدم قدرة مصر على مساعدة دول الخليج. أولا يا حضرات، الجيش المصري عنده الميزانية بتاعته. الجيش المصري عنده ميزانية كبيرة جدا، يعني ميزانية دول. الجيش المصري عنده ميزانية كبيرة جدا لأنه له اقتصاد وعنده شركات بتجيب له أرباح كبيرة جدا. يعني الجيش المصري نفسه يعني لو ما خدش فلوس من الدولة المصرية فهو قادر على إنه يتحمل مصاريف نفسه، يتحمل أعباء نفسه. أدي واحد. تاني حاجة، لما بيبقى في حرب زي كده، حتى الولايات المتحدة نفسها اللي هي أغنى دولة في العالم ويعني متحكمة في الاقتصاد العالمي، النهارده لما بتدافع عن أي حد بتاخد ثمن تكلفة الحرب دي من الدولة اللي هي بتدافع عنها. النهارده تكلفة الحرب تبقى على الدولة اللي هي بتدافع عنها. دي حاجة. وبعدين يا حضرات، دول الخليج نفسها ما ضربتش طوبة على إيران، ما حدفتش طوبة على إيران. كل اللي عملته دول الخليج كانت بتحاول تصد الضربات بتاعت إيران. فأنت إزاي الجيش المصري أو مصر هتروح تحارب إيران نيابة عن دول الخليج وهم أصلا ما حاربوش؟ لكن التعليقات اللي طلعت من المصريين اللي هم مضرورين من غلق المحلات الساعة 9 كانت شديدة على الأستاذ عماد الدين أديب. مش معنى إن مصر بتوفر في موضوع الكهرباء إن إحنا مش قادرين. هو يعني المطلوب إن إحنا نبحتر؟ المطلوب إن إحنا يعني نضيع بلدنا؟